صباح الخيرات، عاملين ايه؟ الفقرة الأولى من حلقة اليوم إن شاء الله تبقى بنفس الهدوم وتبقى تنزل في نفس اليوم. تعبت من كتر ما أنا مش بكون قادرة أصور. الشتا بالنسبة لي، عارفين الناس اللي هي عدوين الشتا بس مش عشان بيحبوا التلزيق، لا عشان بيصدعوا طول الشتا، صداع، جيوب الأنفية بتستحملش ريحة السقعة، صداع 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 صداع. نسأل الله التسهيل ان الشتا دي تعدي غير كل الشتويات وابقى زي الفل. انا محتاجه ابقى زي الفل و يهوي تليفون الشغل بتاعي تقريبا نسيته، ما جبتوش من على الشاحن وانا نازله، ما جبتوش نسيته. طب لف وارجع تاني يا ابني، لف وارجع تاني يا عم الحاج. لو في حد جاي عادي، استنى نلف، استنى، مفيش صبر، مفيش. طب انا دلوقتي انا اعمل اذن ساعتين بقى واروح اجيب التليفون وافطر واشرب القهوه وانام نص ساعه واجي، مفيش حل غير كده. يلا اروح يا ولاد اجيب التليفون. رحت اجيب التليفون من البيت يا اختي انت وهي، ها لقيت لك بقى كده هتاخر على الشغل، هتخصم لي نص يوم ويوم والكلام ده. قلت لا، استغل بقى ايه قانون العمل، استغلال قانون العمل ياتي في ان انا ليا اذن ساعتين. رحت مقدمه على اذن ساعتين، معرفش اتقبل ولا لا، وفطرت. قلت بقى افطر يا بت واتكيف واشرب قهوه كده خربانه وانام لي نص ساعه واروح الشغل براحتي بقى، واروح الشغل في ميعادي واروح واعمل مش عارف ايه. راحت عليا نومه وبرضه رحت متاخره يعني، وعليا شغل كتير. فالشغل الكتير ده ايه بقى اللي حصل فيه؟ ها ايه؟ التالتة كله عليا، فسهرت اخر اليوم. كان نفسي اعمل حاجه صح بس ما لحقتش اعمل حاجه صح. المهم ادي يا ست الكل ب20 جنيه جبنه كيري، نزلت جبتهم. وعيش بقى من بتاع السودانيين الملبن ده، عيش الفريزر عندي متروس، العيال ما بقوش ياكلوا غيره. دانيا انا شفت الكومنت بتاعك، انتظروني انسوا التوست الاسمر وانسوا الحاجات دي كلها، انا هعمل عيش سوري من هنا ورايح. ده احنا هنبقلص كده، بقلصه. يا سلام سلم. بصوا العيش يا ولاد تحفه، بالهنا والشفا على قلبك يا بنتي يا امني، بالهنا والشفا يا ام. كلنا وشبعنا. دخلت بقى قيلت. انا عايزه اقول لكم ان انا كان عندي يعني النهارده اللي انا بعمل صوت عليه ده، النهارده ايه اساسا في ايام ربنا، والله نسيت. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ايه يا ساتر يا رب؟ النهارده التلات. الفيديو ده متصور الاثنين، كنت المفروض انزله بس جيت لقيت مليكه وشها ضارب، رحت اخدت ميعاد من الدكتور على طول ورحت سبحان الله، ورحت شلت الضرس ده. دي الناحيه الشمال يعني، اللي قبل كده شايلينه كنا اليمين. اقسم بالله بنتي يعني ويكأن سبحان الله يعني عارفين العيل اللي هو بيتعب ليل ونهار ده؟ مليكه بنتي ويكأن مكتوب لها يا حبيبتي يعني. بصوا لوز شلناها، كانت بتاخد محاليل وحقن بسبب اللوز، كل شويه تسخن وتعمل بسببها، كل شويه شلناها قلت هرتاح. دخلنا في الدروس شلناها قلت هرتاح. ده قبل الدروس دخلنا في النزله المعويه، الدور اللي البلد كلها خدته من ضمنهم مليكه بنتي جت عليها، واصلا لو مش البلد كلها خدته مليكه تاخد. فيلا نسال الله التسهيل والحمد لله على كل حال. ربنا يشفيها يا رب، ادعوا لها عشان خاطري، عشان هي على طول مبتلاه بالتعب والحقن والحاجات دي. ادعوا المليكه ربنا يشفيكي يا لولا يا قلبي. يلا بقى نروح الشغل. مره واحده نسيت تليفون الشغل بتاعها، رجعت تجيبه. فطرت وشربت القهوه ونامت، فعلا مش بهزر، فعلا مش بهزر. فطرت زي ما انتوا شفتوا كده ونمت نص ساعه، ما فرقتش معايا في اي حاجه خالص، ما فرقتش. انا في الشتا دي عايزه اكل محشي كرنب. هي توك بيبي شايفني بصور في حاجه؟ في ايه؟ لا الا الله.
في هذه السقعة انا بكون عايزة اقلب حلة كرنب او اشرب شوربة عدس او فراخ مشوية وخضار سوتيه، مش عاوزة حاجة من الدنيا. وبالليل اتفرج على افلام كتير واكل استفندي وبرتقال والدفاية شغالة، بس مش عايزة اي حاجة. والعيال تبقى مذاكرة بس مش انا اللي مذاكرة لهم، وشاطرين في المدرسة وفي الدرس كله كله كله، واقبض. وكل ده زي ان انا اقبض مرتبي كامل. فهو ده اللي انا عاوزاه بجد، فيا رب احققه. على فكرة انا شتيت، انا وعيالي شتيت، واحتمال بفكر اروح انزل معاكم لبس الشتوي، بفكر مجرد فكرة. روحت وما قدرتش، محدش يقول لي فين يا ولية اللبس الشتوي، محدش يقول. على فكرة الجو مطر، استنوا انا عارفة اوريكم. الجو مطر والسحابة، شايفين من ورايا السحابة السوداء؟ شكله هيمطر تاني يعني. اللهم حوالينا لا علينا. وادعوا بقى، ادعوا كتير 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 كتير، ربنا يستجيب مننا ومنكم يا رب، اللهم امين يا رب. يلا سيبكم بقى في الفقرة الأولى كده، خلصت خلاص تمام. الفقرة بقى التانية لما اروح البيت بقى ونشوف الفقرة التالتة أصلا ولا لا. يلا نهاركم أبيض وفل وقشطة ورزق وكله يا رب. يا رب اكتب لي خير الدنيا كله يا رب. يا رب ما تضيعش تعبي ولا مجهودي في بيتي وفي ولادي يا رب. يا رب ارزقني راحة البال يا رب، وخلي لي ولادي وبيتي وبارك فيهم يا رب، البركة من عندك انت يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. يا رب صدرك ورضاك، يا رب صدرك ورضاك. تمهيدا بقى للموضوع، طبعا شفتوا فقرة المطر، قولوا امين ولكم بالمثل، اللهم امين. ربنا يتقبل مني دعائي يا رب يا رب. فتمهيدا بقى مني لبنتي ان هي هتخلع ضرسها وتشوف اللي هي شافته المرة اللي فاتت، جبت لها بقى ميلك تشيك ودلعتها وهيصتها وجبت لها مانيكير بس نسيت اصور. وعايزه اقول لكم عملت فقره والحمد لله، رحنا لقينا الدكتور عنده حاله طولت، فقعدت بقى اقول لها يا لولي ده انا هجيب لك زبادي وهعمل لك مهلبيه وهعمل لك كل ده ليه؟ عشان اهون عليها حقنه البنج. يا جماعه اصعب حاجه في الدنيا ان طفل ياخد حقنه بنج اسنان. اسالوني انا لحد دلوقتي وجع الحقنه في بقي، مش قادره حاجه بتوجع جدا. بصوا انا عملت كل حاجه غلط عليها على اسنانها، عملتها لها قبل ما تدخل، كل الحلويات جبتها لها، وقعدنا بقى جوه نحايل فيها والدكتور يحايل. انتوا عارفين ان انا لسه عارفه من واحده قريبتي ان في حاجه اسمها دكتور اسنان اطفال. دي حاجه بالنسبه لي كانت معجزه يعني. دي يعني بعد كده ان شاء الله ربنا ما يكتبها علينا يا رب، بس لو احتجت ابقى اروح. بيقولك بيدي مخدر كلي باينه وحاجه كده، مش عارفه ده غلط على الاطفال ولا ايه، اللي عنده معلومه يقول لي. بصوا حاولت بقى اشاركهم ونعمل حاجات. انا عارفه ان فيديو النهارده خفيف ما فيهوش اي وصفه او اي حاجه، بس هو حقيقي عايزه اشارككم حاجه زي دي، لان هي دي اللي منعتني عنكم امبارح. عايزه اشارككم يومي عملت فيه ايه، عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، عايزه اقول لكم ان انا نزلت بوست على الفيسبوك ان ربنا يا رب يريح قلبي، عشان عندي حاجات كتير قوي 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 تقول على قلبي. لقيت الناس كلها بتدعي دعوات حلوه، ولكم بالمثل يا رب. ادعوا لي انتوا كمان في الكومنتات، انا بدعي لكم كتير. ادعوا لي بقى، ادعوا لي ربنا يريح بالي. شايفين الضرس ورم ازاي؟ الناحيه التانية خلعنا ضرسين وهنا ضرس، انا معرفش ضروسها لسيتها ضربت ورم فجاه، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم يا جماعه ادعوا لي وادعوا لبنتي ولكم بالمثل ان شاء الله. ان شاء الله حلقه الفيديو الجاي، لان الفيديو الجاي ده اللي المفروض يتصور النهارده. انا النهارده برضو بجيب حاجات للبيت انا وولادي، بس مش عارف اصور يعني.
فباذن الله هحاول بالليل متاخر اصور فيديو الصيف والشتوي. يقولوا له انتوا شتيتوا ولا ايه يا جماعه؟ الجو ساقع جدا جدا بجد مش قادره. وكمان قولوا لي الدنيا مطرت عندكم امبارح زي كده ولا ايه؟ واقسم بالله كان سيل. بصوا الميلك تشيك وانا بغيظ ميكي، ما شفتش حد ام زي الام بتاخد اللقمه من بقها وتديها لعيالها. انا باخد اللقمه من بق ميكي وتحديدا ميكي، مش عارفه ليه بعمل معاه كده. بدلع البنوته وانشف على الراجل، وده خطأ عشان انا كنت شايفه ناس بتدلع الراجل وتيجي على البنوته، فانا بعمل العكس هو كده. المهم بقى الدكتور اقترح عليا بعد ما تحلنا على مليكه 6 ساعات ان احنا نديها التليفون تسكت بيه، وقالت لو اديتوني التليفون هسكت. اديناها التليفون وسكتت زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بصوا والله الدكتور هو اللي قال، بجد يا دكتور برافو عليك. والله. وخدت الحقنه وسبحان الله والله ما كانت راضيه تسكت. انا اصلا ما كنتش هصور واحنا في العياده، بس لما ده حصل رحت اشوفكم بقى فيديو جديد عشان جسمي اشعر. باي.